برشح لكم النهارده فيلم ذا لايف اوف تشاك اللي في رأيي واحد من افضل الافلام اللي شفتها في 2025، والسيناريو والاخراج لمايك فلانيجن. يعني اعتقد ده سبب كافي جدا انكم تتفرجوا على الفيلم. اكتر حاجه عجبتني هي طريقه السرد، على قد ما اول نص ساعه كانت مربكه، ولكن لما بندخل في الفصل الثاني والثالث بنشوف مكافآت كتير، لان طريقه السرد ماشيه بترتيب زمني عكسي، وده مطلوب منك تركيز كبير جدا، خاصة إن تفاصيل الفيلم كتير، وبيتكلم عن حب الحياة وقيمة الحاجات اللي أنت بتعملها حتى لو كانت صغيرة، وإنها بتكون سبب كبير في تشكيل شخصيتك عند الناس، وبتفضل تفتكرك بيها حتى بعد لما تموت. وده بيخليك تفكر برضه هيحصل إيه لو أنت كنت محور الكون. وعندنا أداء تمثيلي أكتر من رائع من توم هيدلستون، وكمان الولد الصغير اللي قام بدوره في الفصل الأخير كان أكتر من رائع. كمان الكادرات والإخراج والتصوير والموسيقى التصويرية من أروع ما يمكن. تقييمي للفيلم 8.5 من 10.